يا جماعة، معكم نمر مرندي وجيت كل يوم بفيديو جديد. ويا ماهر ويا جبان ويا عميل الامريكان، الشعب السوري ما بينهان، ويلا ارحل يا بشار، ويلا ارحل يا بشار، وبدنا نشيله لبشار وبهمتنا القوية، سوريا بدها حرية، سوريا بدها حرية. يا جماعة الخير، والله للصراحة يا جماعة الخير، والله في عدة شغلات ما بعرف ايش بدي اقول عنها. هذا اسمه كفر ولا الحاد ولا ديانة جديدة عم بحاولوا ينزلوها على الدنيا، ولا ايش عم بسووا ما بعرف. يعني الشغلات اللي عم بتصير هاليومين بالسعودية شغلات، والله للصراحة ما بعرف ايش بدي اقول عنها. بس انه احتمال كبير وصلنا لمرحلة انه نصير امريكان ونصير كفار بنفس الوقت، يمكن على ما اظن. تمام. ما بعرف ايش اللي عم بصير وشو الشي اللي عم بيحكوه. اللي بعرفه انه بالسعودية في منطقة جدة، في مدينة جدة، تمام، جايبين تمثال الحرية، واللي هو هذا التمثال موجود منه بأمريكا. تمثال الحرية هذا ايش بسوي؟ طيب لا، ايش رح يعطينا؟ هذا صار له اكثر من 133 سنة بأمريكا. طيب، هذا نحن ما لنا علاقة فيه. واللي بنعرفه عن السعودية انه السعودية جماعة، التماثيل حرام. انه ما بصير انه ارض مثل ارض جدة، تمام، تجيب تمثال وتحطه فيها. وهن بالسعودية يعني ما بتذكر اني شفت تمثال مثلا لشخص بالسعودية او اي شخص موجود بالسعودية. ما شفت له لاي شخص ولا اي شيء تمثال. هنا الشغلات الوحيدة اللي بيعملوا لها تماثيل اللي هي مثل الكرة الارضية، مثل نعرف عن السعودية ما فيها اي تماثيل لاي اشخاص مثل هذا التمثال الحرية اللي عم يحكوا عنه. تمام. شوفوا على الشي اللي انا بحكي عنه، وشوفوا عن الشي اللي عم بقول عنه، واعطوني رايكم فيه. يوم بعد يوم تثير مدينة جدة في السعودية الجدل حول فعالياتها الصيفية. يعتبر الكثيرون المدينة مؤشرا لمقياس انفتاح المملكة وفقا لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتطوير المملكة. ما هو الجديد هذه المرة في جدة؟ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لتمثال مماثل لتمثال الحرية في الولايات المتحدة، قد نصب على واجهة كورنيش الحمراء في المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر. التمثال يوجد أمام فندق ريدز، فندق الريدز، وعلى مسرح صغير، وبجانبه تمثال المغني الأمريكي الشهير طبعا الراحل ألفيس بريسلي، وعلامة لاس فيغاس المدينة الأمريكية الشهيرة بالملاهي الليلية. يبدو أن النصب جمع أشهر المعالم الأمريكية، حيث يعتبر تمثال الحرية أو ليبرتي بينما هو تمثال حرية، وليش انه راح يولي المشكلة بانه واحد يجيب تمثال ويحطه عنده ببلده؟ يعني يا جماعة الخير، الشي اللي بدي اوصلكم اياه او الشي اللي راح افهمكم اياه انه التماثيل هدول حرام ينحطوا بأرض مثل أرض المملكة السعودية واللي فيها الكعبة. تمام. يعني شلون بدي أفهمكم إياها؟ هي بدك تقول بمثابة كانت أرض الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هي الأرض اللي كان فيها الرسول. يعني هل يجوز انك تدنس ارض الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل تحسن انك تنجس ارض الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني مش لن اقولكم اياها ما بعرف. مثل الممثلة الاباحية الذي اهدوها ختم النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تمام. شوفوا هذا الخبر واعطوني رايكم فيه. صراحة انا بحييك يا محمد بن سلمان، والله برافو عليك. يعني برافو، والله ما بعرف شو اقول لك. بس انه يعطيك الف عافية يا محمد بن سلمان. إيش قد حضرتك انت عم تدير بالك على اغراض النبي اللي موجودة عندكم بالسعودية؟ شد انتو حريصين عليهم وتديروا بالكم عليها لدرجة انه كنت تجيبوا ممثل تجيبوها وتعطوها ختم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني والله ما بعرف ايش بدي اقولكم. مبروك ويعطيكم الف عافية يا بيت محمد بن سلمان. يعطيك العافية محمد بن سلمان. والله الشغلات اللي عم تعملها حضرتك هاليومين شي بيرفع الراس. شي مهرجانات ليلية، شي تمثال حرية، شي إهداء ختم النبي عليه الصلاة والسلام للممثلة الإباحية. يعني
إذا اسمها ممثلة إباحية بالعقل يا أمة الله بالعقل، نحن ما بعرف والله ما بعرف إيش بدي أحكي، بس صراحة الشي اللي بدي أحكيه أخاف إنه يسوي بلبلة. تمام. تمام. هلا الشي اللي بدي أفهمكن إياه إنه شلون ممثلة إباحية واسمها ممثلة إباحية تعطيها ختم النبي، يعني هي ختم شي بيرمز بالدين الإسلامي، هي لا بتعرف لا دين ولا الله، ولو بتعرف الله ما عملت الشي اللي عم تعمله حاليا. يعني مستحيل في بني آدم بالغ عاقل راشد إنه يعرف إنه في شي في حلال وحرام ويعمل الشي الحرام. يعني ما في بني آدم براسه عال بيعمل الشي اللي محمد بن سلمان حاليا عم بيعمله. تمام. يعني للصراحة أنا بحييك يا محمد بن سلمان، بحييك يعطيك ألف عافية. ولسه إذا في عندك شغلات بتخص النبي عليه الصلاة والسلام بتحسن تعطيها لمين ما بدك، مثل هذا الهندي العرصة اللي سب الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام. بتحسن تستضيفه عندك وتعمل له مباركة جميلة، وتحسن تفتح لهم معبد عندك كمان عادي. يعني موضوعك ايزي مثل ما عملوا بالكويت بتحسن تعمل حضرتك، يعني موضوعك ايزي. وللناس اللي راح تفكر انه الحكي كذب، يوتيوب وفيسبوك وانستغرام وجوجل والدنيا كلياتها معبي الدنيا عن ما بحكي شي من جيبي، يعني ما بطول شي من جيبي وبحكي لك اياه على طول. لا صاحبي، انا بروح بشوف بتأكد بعرف انه هذا الشي صار ولا ما صار، وبجي بعطيك المعلومة. لا والله مثلا اجى اخوي لعندي، والله اجى لعندي وقال لي انه نقلوا الكعبة من السعودية على العراق، يعني اذا ما يكون خبر كمان هي صارت، اذا ما يكون خبرها. وهذا الشي راح احكيه بالفيديو الجاي ان شاء الله، عيفونا من هذا الفيديو. الفيديو هذا اللي عم بحكي عنه انه التماثيل غلط، ومستحيل انه تمثال مثل تمثال الحرية يجي وينحط بجدة، اللي هي منطقة دينية على ما أظن، مثل المملكة السعودية كانت بالزمانات أرض الرسول عليه الصلاة والسلام، مكة المكرمة عفوا. يعني ما بعرف ايش بدي اقولكم يا جماعة الخير، والله ما بعرف ايش بدي احكي، وصرت اتلاسن بالحكي. تمام. مثل واحدة ممثلة إباحية على نص فرنك تاخد ختم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني والله العظيم يعطيك ألف عافية يا محمد بن سلمان، وإذا في عندك شغلات أحسن هيك تمام طلع لنا إياهم. جماعة الخير في شغلة وحيدة راح أفهمكم إياها وأقولكم الشي اللي عم بحاول أفهمكم إياه أنا. تمام. الشغلات الوحيدة اللي عم بحاول أفهمكم إياها إنه محمد بن سلمان صار يجيب على المملكة السعودية الرقصات والملحدين والمرأة اللي استهزأت برب العالمين، واللي قالت إنه المرأة إنه هي الإله. استغفر الله العظيم طبعا، وهذا كلياتهم بنعرفه إنه استغفر الله العظيم. بس إنه تجيب واحد ملحد وتجيب وحدة إنه عم بتقول إنه المرأة إنه هي الإله، واتركوا الدين الإسلامي، والدين الإسلامي لا عقل فيه. يعني في برأيكم في بني آدم